خليني أقول لك بمنتهى الصدق، هذا القلم وإن كان حتى فقيرا سيظل يكتب الحق، سيظل يتحدث دائما بالصدق. عاوز أقوم في القصة التي يروجها صاحب منشآت سياحية في الزمالك بأن خلافه مع رضا البحراوي أتى لأن رضا البحراوي قد ألزمه بعدم دخول الليسي أو بعدم عمل الليسي أو بعدم إحياء حفلات الليسي داخل المنشآت السياحية الخاصة به. قم في هذا الأمر تماما وأقطع الطريق على أي فتنة ممكن أن تحدث بين النجمات رغم خلافاتي مع رضا البحراوي، وسأظل مختلفا معه ومختلفا مع مدير أعماله وكل من يعمل مع البحراوي على المستوى الشخصي. لكن أنفي أن رضا البحراوي من الممكن أن يتحدث بهذا. أولا البحراوي نجما كبيرا مطربا قديرا، له طبعا بعض الإسقاطات وبعض المواقف الشخصية والزوايا المجتمعية تحسب عليه، نعم، لكن على المستوى الفني هو مطرب كبير. وكذلك النجم الكبير الأصيل محمود الليثي نجما كبيرا. نقطع الطريق على أي شخص يريد أن يبرم بينهما فتنة، ربما هذه الفتنة تؤدي إلى خلاف واختلاف بين الاثنان. ننفي هذه الأخبار. إذا كان لديك مشكلة مع رضا البحراوي فلتنتهي مع رضا البحراوي، ولا تحاول أن تدفع بأشخاص آخرين إلى ساحة المعارك. تلك هي الشرعية في الخلاف والأصل في الاختلاف.